إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، أتحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الأحبة، تحدثنا في الحلقة الماضية عن المسيح الدجال، وتحدثنا عن خطورة وعظم فتنة الدجال، وتحدثنا عن أوصافه كما أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: سمي الدجال بالمسيح الدجال لأنه ممسوح العين. سمي الدجال بالمسيح الدجال لأنه ممسوح العين وإنه أعور العين، وليس الله بأعور لأنه سيدعي الألوهية ويأتي بالفتن.
وسمي بالدجال لأنه يغطي الحق بالكذب وبالباطل. وسمي بالدجال لأنه يغطي الحق بالكذب وبالباطل، وهذا دجل، لذا سمي بالدجال. وكما أخبرنا الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن مكتوبا على جبينه كافر يقرأها كل إنسان مؤمن موحد بالله جل وعلا. وأخبرنا الصادق المصطفى بأن مكتوبا على جبينه كافر يقرأها كل إنسان مؤمن موحد بالله جل وعلا. وأخبرنا بأن فتنة الدجال من أعظم الفتن على وجه الأرض. وأخبرنا الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن فتنة الدجال من أعظم الفتن على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. ولكن أيها الأخوة الأفاضل، ما السبيل وما النجاة من فتنة الدجال؟ ما السبيل وما النجاة من أعظم فتنة على وجه الأرض، ألا وهي فتنة المسيح الدجال؟ واسمع الجواب من سيد الرجال محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال المصطفى، والحديث رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي لفظ: من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف عصم من الدجال. وفي لفظ: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. وأنا أقول لك أيها الأخ الفاضل، هل تقف على خطر فتنة الدجال ولا تشرع من اليوم أن تحفظ سورة الكهف بكاملها؟ وأنا أقول لك أيها الأخ الفاضل، هل تقف على خطر فتنة الدجال ولا تشرع من اليوم أن تحفظ سورة الكهف بكاملها؟ أيها الأخ الفاضل، أيتها الأخت الفاضلة، أيها الآباء الأفاضل، احرص على حفظ السورة من الآن
واجتهد أن تعمل بها قدر الاستطاعة والإمكان. احرص على حفظ السورة من الآن، واجتهد أن تعمل بها قدر الاستطاعة والإمكان. كذلك أيها الأحبة، من سبل النجاة من فتنة الدجال أن تفر إلى بلد الله الحرام. وكذلك أيها الأحبة، من سبل النجاة من فتنة الدجال أن تفر إلى بلد الله الحرام، أي مكة أو المدينة. فمكة والمدينة محرمتان على الدجال أن يدخل واحدة منهما. فمكة والمدينة محرمتان على الدجال أن يدخل واحدة منهما. لا يستطيع الدجال أن يدخل مكة أو المدينة. فهذه أيضا من سبل النجاة. ولا أجد لك أيها الحبيب الفاضل سبيلا للنجاة أكرم وأشرف وأجل وأعظم من أن توحد الله جل وعلا. ولا أجد لك أيها الحبيب الفاضل سبيلا للنجاة أكرم وأشرف وأجل وأعظم من أن توحد الله جل وعلا، وأن تصحح إيمانك به عز وجل، وأن تصحح إيمانك به عز وجل. ألم يقل لك المصطفى بأنه لا يقرأ كلمة كافر من بين عيني الدجال إلا مؤمنا وحد الكبير المتعال؟ ألم يقل لك المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقرأ كلمة كافر من بين عيني الدجال إلا من وحد الكبير المتعال؟ واعلم بأن الإيمان ليس بكلمة يرددها لسانك فحسب. واعلم أيها الأخ الفاضل بأن الإيمان ليس بكلمة يرددها لسانك فحسب، بل الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. بل الإيمان قولا باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. ولا بد أن تعلم أن للإيمان أركان. ولا بد أن تعلم أيها الموحد، لا بد أن تعلم أن للإيمان أركان، ألا وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولا بد أن تعلم أيها الموحد لله أن للإيمان أركان، ألا وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لن يقبل منه. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لن يقبل منه. فحقق الإيمان أيها الحبيب الكريم، فلا أجد لنفسي ولك أعظم وأجل من الإيمان بالله عز وجل. فلا أجد لنفسي ولك أيها الأخ الفاضل أعظم وأجل من الإيمان لينجينا الله من فتنة الدجال، بل ومن كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه
به فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. فوالله لا أجد لنفسي ولك سبيلا للنجاة أيها الأخ الفاضل من فتنة الدجال أعظم وأجل من أن توحد الكبير المتعال. ومن الناس يتساءل وهل سيقتل الدجال ومن الذي سيقتله؟ وأنا أطمئنكم أيها الإخوة وأقول لكم نعم، سيقتل الدجال وسيقتله سيدنا عيسى بن مريم. وأنا أطمئنكم وأقول لكم نعم، سيقتل الدجال وسيقتله سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأين سيقتله ومتى سيقتله؟ فاسمع الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك وصحح الحديث الألباني من حديث أبو أمامة الباهلي أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما إمام المسلمين يصلي بهم الصبح في بيت المقدس. اللهم فك أسره يا أرحم الراحمين، ورده إلى المسلمين ردا جميلا، وطهره من دنس اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. بينما إمام المسلمين يصلي بهم الصبح في بيت المقدس إذ نزل عليهم عيسى بن مريم، فإذا نظر إليه الإمام إمام المسلمين التقي عرفه. إذ نزل عليهم عيسى بن مريم، فإذا نظر إليه الإمام أي إمام المسلمين التقي عرفه. فمن أدبه الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه إياه دين الله جل وعلا. فمن أدبه أي من أدب الإمام، من أدبه الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه إياه دين الله جل وعلا. فإذا رأى الإمام عيسى عليه السلام يتقهقر الإمام للخلق، يتقهقر إمام المسلمين للخلف لتصبح القبلة لنبي الله عيسى ليصلي بالمؤمنين من أتباع سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.
فمن أدبه الذي تعلمه من رسول الله وعلمه إياه دين الله جل وعلا. فإذا رأى الإمام عيسى عليه السلام يتقهقر إمام المسلمين للخلق لتصبح القبلة لنبي الله عيسى ليصلي بالمؤمنين من أتباع سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي عيسى عليه السلام ويضع يده على كتف إمام المسلمين ويقول له بل تقدم أنت فصلي فالصلاة لك أقيمت. الله أكبر. فيأتي عيسى عليه السلام ويضع يده على كتف إمام المسلمين ويقول له بل تقدم أنت فصلي فالصلاة لك أقيمت. وفي لفظ فإمامكم منكم يا أمة محمد. يا الله. فإمامكم منكم يا أمة محمد. ويصلي نبي الله عيسى خلف إمام المسلمين لله رب العالمين. ويصلي نبي الله عيسى خلف إمام المسلمين لله رب العالمين. فإذا ما أنهى إمام المسلمين الصلاة قام عيسى وقام خلفه المسلمون. فإذا فتح عيسى باب بيت المقدس رأى المسيح الدجال معه 70,000 يهوديا في يدهم السلاح. فإذا ما أنهى إمام المسلمين الصلاة قام عيسى وقام خلفه المسلمون. فإذا فتح عيسى باب بيت المقدس رأى المسيح الدجال معه 70,000 يهوديا في يدهم السلاح. فإذا نظر الدجال إلى نبي الله عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء. الله أكبر. فإذا نظر الدجال إلى نبي الله عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء. ثم يخرج فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهرب منه فينطلق عيسى وراءه فيمسك به عند باب لج الشرقي. فيقول المصطفى فيهرب منه فينطلق عيسى وراءه فيمسك به عند باب لج الشرقي. ولج مدينة معروفة بفلسطين. فيمسكه عند باب لج الشرقي فيقتله نبي الله عيسى ويستريح الخلق من شر الدجال. فيمسكه عند باب لج الشرقي
فيقتله نبي الله عيسى ويستريح الخلق من شر الدجال ومن فتنة الدجال. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإياكم من فتنة الدجال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.